هنتكلم معاكم النهاردة عن أداء البورصة المصرية وتحليل بعض الأسهم وتحليل مؤشر ال EGX30 وال EGX70. وصل مؤشر ال EGX30 لأعلى مستوى في جلسات نهاية الأسبوع عند مستوى 17613. أدنى مستوى وصل ليه 16265 ليغلق عند مستوى 17613، وده كان أعلى مستوى وصل ليه المؤشر في جلسات الأسبوع الماضي. على المؤشرات الثبات فوق 16863 إيجابي. الدعم الحالي بتاعي 16669. طبعا كسره بيكون سلبي. في حالة الكسر ممكن ننزل لمستوى 16275 ثم 15748. المقاومة القادمة بتاعتي هتكون عند 17764. طبعا في حالة الاختراق هتكون إيجابية. ممكن نوصل لمستوى بعدها 18414. في حالة الوصول ل 18414 بننصح بجني أرباح جزئي في بعض الأسهم. نيجي عند مؤشر ال EGX70. أعلى مستوى وصل ليه في خلال جلسات الأسبوع الماضي كانت عند 2879. أدنى مستوى وصل ليه 2758 ليغلق عند مستوى 2879، وده كان أعلى مستوى وصل ليه المؤشر في جلسات الأسبوع الماضي. على المؤشرات الثبات فوق 2819 بيكون إيجابي. الدعم الحالي بتاعي هيكون 2829 ل 2830. طبعا كسرهم هيكون سلبي. في حالة الكسر ممكن ننزل لمستوى 2794 ثم 2723. دي طبعا أماكن دعوم. نتكلم مع بعض عن حركة بعض الأسهم والدعوم والمقاومات بتاعتنا. طبعا سهم زي سهم الشمس للإسكان، طبعا السهم كان أداؤه إيجابي في جلسات الأسبوع الماضي. وصل إن الثبات بتاعي الإيجابية على المؤشرات بالثبات فوق 689. طبعا إيجابي. الدعم الحالي بتاعي 693 ثم 667 ثم 635. دي كلها أماكن دعوم. المقاومة الحالية بتاعتي 726. حالة اختراقها طبعا هيكون إيجابي لهدف 765 ثم 888. سهم معانا زي سهم مصر الجديدة، طبعا الأداء بتاعه كان إيجابي في جلسات الأسبوع الماضي. أعلى الإيجابية بتاعته على المؤشرات بالثبات فوق 944. الدعم الحالي بتاعي 933. طبعا في حالة الكسر ممكن ننزل لحد 29. طبعا كسر 29 سلبي. ممكن ننزل لمستوى 859 ثم 826. اختراق 1039 إيجابي لهدف 11 ثم 1197 ثم 1233 ثم 1266. دي كلها أماكن مقاومات عندي للسهم. سهم زي جي بي أوتو، طبعا السهم إيجابي على المؤشرات بالثبات فوق 5-9. الدعم الحالي بتاعه 5-1. طبعا الكسر بيكون سلبي. هننزل لمستوى 460 ثم 439. طبعا الإيجابية في اختراق 35 والثبات فوقها. هنطلع لهدف 559 طبعا ثم 597 ثم 612. معانا سهم تاني زي المصرية لخدمات النقل إيجي ترانس. السهم كان إيجابي في أدائه في جلسات الأسبوع الماضي على المؤشرات الإيجابية بالثبات فوق 259 إيجابي. الدعم الحالي بتاعي 259 ثم 247. طبعا كسرهم بيكون سلبي. لو حصل إن احنا حصل الكسر ممكن ننزل لمستوى 231 ثم 218، ودي أماكن دعوم. المقاومة الحالية بتاعتي 275. طبعا اختراقها بيكون إيجابي لهدف 288 ثم 318 ثم 326، ودي كانت قمة سابقة. طبعا احنا عندنا مؤهلين ان احنا ممكن نوصل لحد 4-10 في السهم.
معانا سهم زي المجموعة المالية هرمز. المجموعة المالية هرمز طبعًا السهم كان أداؤه إيجابي جدًا في جلسات نهاية الأسبوع، على المؤشرات الإيجابية بالثبات فوق 18.77. الدعم الحالي 17.90. طبعًا كسره بيكون سلبي، ممكن ننزل لحد 17.25. الثبات فوق 19.23 إيجابي، لهدف 19.63 ثم 20.60، ودي كانت قمة سابقة للسهم. طبعًا زي كل مرّة بنقول إن كسر الدعوم بتاعتنا طبعًا بنفعّل بعديها على طول إيقاف خسارة، وعند وصول للقمم في المؤشرات بنفعّل برضه جني أرباح جزئي في بعض الأسهم. كان معاكم مروة حسين، محلل فني وخبير سوق مال.